دايما بيخطر على بالك؟ ليه الغدر بيجي من أقرب حد لينا؟ وإزاي أقدر أعرف الشخص الغدار؟ وإزاي أقدر أحمي نفسي من الغدر؟ كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة، ويلا نفهم مع رندا فايق على اليوتيوب. الغدر مرتبط بالغيرة والحقد وعدم الوفاء بالعهد وبالوعود. الموضوع مش جديد على فكرة، ده موجود من زمان، وكل الأديان السماوية اتكلمت عنه. وأكيد كلنا عارفين قصة سيدنا يوسف لما اخواته غدروا بيه، وسمعنا عن دليلة اللي حطمت قلب شمشون وهو أقوى الرجال، وسمعنا عن الصديق الخائن في قصة العشاء الأخير. فدلوقتي بنلاقي الإخوات بيغدروا ببعض، فمتستغربش. وهنلاقي في معظم المصالح شخصية العصفورة اللي بتغدر بزمايلها علشان تظهر في الصورة، وهنلاقي كمان المدير اللي بيغدر بالموظفين علشان خايف على الكرسي اللي هو قاعد عليه. واخد بالك انت؟ خايف على الكرسي، مش خايف من عقاب ربنا. وأخطر أنواع الغدر هو الغدر في العلاقات الأسرية، والضحية هنا بيكونوا الأولاد اللي أكيد هيغدروا بأهلهم. كل ده موجود، وكل ده بنشوفه وبنسمعه كل يوم. خلي بالك، الغدر بيولد الغضب، والغضب أشد وأصعب من القتل، وده ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنه، وقالك بصريح العبارة إن الغدر من الكبائر. هنا بقى يجي السؤال، ليه الغدر بيكون من أقرب حد لينا؟ ببساطة علشان الشخص القريب منك عرف أسرارك. الشخص ده درس شخصيتك كويس، وعرف يوصل لنقط ضعفك، استغل طيبتك وسذاجتك وعدم ثقتك بنفسك. فالغلط مش من الشخص اللي غدر بيك، الغلط فيك انت، علشان ما حطيتش حدود بينك وبين الشخص من الأول، وعلشان اتنازلت عن حقوق كتير تخصك. للأسف كنت ساذج وضعيف الشخصية. آن الأوان تقول كفاية، ولازم تعرف سيكولوجية وصفات الشخص الغدار. اوعوا تفتكروا ان انا ما اتغدرش بيا، لا، انا اتغدر بيا من اقرب حد ليا. علشان كده لازم نعرف ان الغدار هو شخص لا يؤتمن. الغدار بيعرف يخطط للأذى من غير ما يبين ليك اي حاجة، فخلي بالك من سلوكيات صغيرة هو دايما بيكررها. هنلاقي الشخص ده أناني، نفسه ثم نفسه ثم نفسه. هتلاقيه أهم حاجة يوصل لهدفه على حساب صحتك أو سمعتك، مش فارق معاه حاجة. قلبه ميت، سهل إنه يشوه سمعتك في لحظة، وسهل يكره الناس فيك. شاطر جدا في الإقناع، وعمره ما يحس إنه غلطان. حاسس إنه هو شخص كامل مش ممكن يغلط. دايما بيظهر إنه ضحية، والناس سهل جدا إنها تصدقه وتتعاطف معاه. سهل جدا يحسسك بالأمان المزيف، وياخد منك المعلومة ويقولك سرك في بير، وانت علشان بتثق فيه ومديله الأمان بتحكيله عن أسرارك من غير قلق أو خوف. بتحكي عن أوجاعك، وصدقني هيسمعك كويس جدا، وفي الآخر هتلاقي اسمك بقى على كل لسان، وسرك انتشر للعالم كله. هتلاقي الشخص ده دايما متقلب المزاج، بيتعامل معاك حسب مزاجه. فجأة بتكون حبيبه، وفجأة بيكرهك، وفجأة بتكون أعز أصحابه، وفي لحظة بتكون أكبر عدو ليه. بيشوفك كما تراه عينه. شوف بقى، لو كنت قريب منه قوي عمره ما هيشاركك أفكاره وخططه، وهيدوس عليك وهيبيعك، وعمره ما هيحس بالذنب. عنده مبرر لكل فعل، فردوده على طول جاهزة. سهل جدا يحسسك إنك ضعيف، ومن غيره ما تقدرش تعمل حاجة. كتير جدا بيستخدم التهديد في كلامه، وسهل جدا يساومك. بيكون سعيد جدا لما يخرج عيوبك قدام الناس أو حتى قدام نفسك. بيحب الناس تمدحه وتطبله. للأسف هو ده غذائه ومصدر سعادته. دايما بنلاقي إن الغدر
مرتبط بالخيانة. على فكرة في فرق كبير بين الغدر والخيانة. ما تستغربش، اسمع كده. الحياة بتتبني على 3 أطراف: الأمان والثقة والإحساس بالمسؤولية، ولو في جزء منهم ضاع يبقى أنت كده خنت العهد وخنت الأمانة. لكن الغدر هو إنك تخطط للأذى وتخطط لجريمة. الشخص الغدار هو شخص لئيم، دماغه سم، شخص مختل عقليا ونفسيا، عنده خلل في التربية. على فكرة الشخص ده ضعيف جدا، زي ما نقول كده منفوخ على الفاضي، مش عنده ثقة في نفسه. فاللي بيغدر ده وبيقهر قلب حد على قرشه وبياخد حق مش حقه وشاطر انه يأذي الناس، ده واحد ناسي ان الدنيا مش دايمة، ناسي ان هو محتاج ربنا يسترها معاه. اصحى كده وفوق، انت محتاج ربنا يبارك لك في صحتك، فالصحة خوانة ولا ايه؟ انت محتاج ربنا يستر طريقك، محتاج ربنا ما يسلطش عليك حد اقوى منك يقهرك. ربنا سبحانه وتعالى قالك آية صريحة بيكلم فيها الشخص المؤذي، بيقولك: يرجع تعبه على رأسه وعلى همته يهبط ظلمه. فخلي بالك ربنا بيجازي كل واحد حسب عمله، فرجع الحق لأصحابه واعتذر للي ظلمته واعترف انك غلطت في حق اللي حواليك. فانت المسؤول عن نفسك، وهتقف بطولك قدام الجبار العادل الذي لا يغفل ولا ينام، وهتتحاسب، والنهاية هتكون صعب عليك قوي، انت مش قدها. فراجع حساباتك قبل فوات الأوان. وفي النهاية لازم أقول لكل شخص اتظلم واتغدر بيه وفاكر إن ربنا ساكت تبقى غلطان. ربنا عينه علينا في كل مكان وفي كل وقت، هو بيراقب الطالحين والصالحين. فمهما اتظلمت أو حد أذاك، ربنا شايف وساكت دلوقتي، بس هو مش نسيك. النهاردة لازم تطمن إن مفيش دمعة نزلت منك ولا كلمة اتقالت ولا ظلم اتعمل فيك إلا ومتسجل، وربنا هيحاسب عليه كل واحد وحقك هيرجعلك. خليك واثق فيه واطمن.